السلام عليكم. الحواوشي الاسكندراني الأكلة الجميلة الاسكندرانية اللي أثارت الجدل في جميع الدول العربية. هنرد على كل الأسئلة في الفيديو ده. أولا نبدأ بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبي رسول الله. في فيديو الحواوشي قلنا هناخد قطعة العجين قد قطعة اللحمة بالظبط. اللحمة بتاعتنا عليها بصل وخضرة وتوابل وفلفل ألوان وطماطم. فردنا قطعة العجين بالشكل دوت مقاس، ما بس هنلم على قطعة اللحمة بالشكل ده. تمام. هنقفل عليها كويس كده من فوق، وكده خلاص رغيف الحواوشي خلص معانا. دي أول حاجة، وده الرد على أول سؤال اللي هو العجين بيبقى في ناحية واللحمة بتبقى في ناحية. اضغطي من النص على بره بالشكل ده. لو لقيتي العجين فتح معاكي ابتدي لميه كده ما بين صوابعك. ما تدهنيش زيت أو سمنة كتير وانتي بتفردي، عشان ده هيخلي لو في فتحة بالشكل ده العجين ما تتلمش معاكي. تاني سؤال ان العيش مش بيستوي في الطاسة على النار من فوق، وازاي يستوي على الطاسة من فوق. احنا اول حاجة علينا النار بالشكل دوت. اول ما الطاسة سخنت هوطي النار هخليها وسط، وبعد كده اول ما يتشمع معايا الرغيف هبتدي ان انا اقلبه واغطي الطاسة كمان مرة. وممكن هنا نهدي النار اكتر، او العيش معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا اقلب واغطي بس كده. لغايه ما يستوي معاكي العيش وهيبطل ينزل ميه منه خالص كده، تعرفي ان هو استوى معاكي تاني. ندهن كده دهنة سمنة او زبدة على الوش، بتخلي طعم العيش حلو جدا. ببتدي اقلب واغطي اقلب واغطي فقط لا غير. النار عندنا دلوقتي هادية جدا. شايفين المية اللي بتنزل من العيش دي؟ كده اللحمة بتستوي جوه. تمام. اول ما تبطل تنزل المية دي تعرفي ان الرغيف استوى، ان اللحمة من جوه استوى. تمام. هو العيش كده كده اوريدي استوى. اهو بقلب لحد لما ادانا لون جميل وطعم اجمل صراحة ربنا. وهنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة. اهو بقلب، لكن احنا ما نقلبش لحد ما نحرقه، يعني احنا نقلب لحد ما يحمر معانا. يبقى شكله حلو كده وجميل جدا، ولا بينزل مية ولا اي حاجة. ده كان من ضمن التعليقات برضو اللي جت ان العيش بينزل مية. تمام. هنا كده بقى السكينة اتكسرت الحمد لله. هنجيب المخرطة. انا افضل شيء بقطع بيه العيش او الجلاش او الفطير هي المخرطة صراحة. هنفتح بقى مع بعض ونشوف العيش، يا ترى اللحمة في ناحية والعيش في ناحية ولا ايه الدنيا. اكتبوا لي كده في التعليقات ايه رأيكم، عشان اكيد بتفرق معايا كتير. وشاركوا الفيديو عشان غيركم يستفاد. اللحمة هنا بصوا، انا والله العظيم لما كنا بنعمل الرغيف وفي النص نظبط اللحمة ونحط الرغيف التاني كانت بتطلع بتكش وبتطلع في ناحية والعيش في ناحية فعلا. لكن الطريقة دي استحيلة. اللحمة من جوه مستوية برضو، ده من ضمن التعليقات ان اللحمة من جوه مش هتستوي. الرغيف زي ما انتم شايفين العيش تحت وفوق زي ما انتم شايفين اهو، واللحمة من جوه مظبوطة جدا ومستوية جدا جدا، وطعمه في منتهى الجمال. اقسم بالله حاجة كده روعة، ريحة وطعم ولون وحاجة جميلة جدا جدا. وسهولة في التعامل وسهولة في العمايل، حاجة كده أكثر من روعة والله. بوريكم إن العيش فوق زي تحت واللحمة متوزعة جوه الرغيف. حلوة جدا تقسيمة اللحمة وتقسيمة العيش. الكيلو اللحمة عليه كيلو دقيق. تمام. العشر قطع لحمة عليهم 10 قطع عجين. من ضمن التعليقات برضو ان هو بينزل مية. هنا بقى بمسح لكم بمنديل من تحت العيش. تمام. بصوا بقى المنديل معايا كده اهو، فعلا هو بينزل ميه لو انت ما استويتوش كويس. لو انت يبقى احنا بنستنى لما ينزل كل ميته في الطاسه وبعد كده نعرف ان هو استوى. تمام. بس كده انا جاوبت كده على كل الاسئله اللي كانت موجوده في الفيديو بتاع الحواوشي الاسكندراني. اعتمدوا الطريقه على ضمانتي. اللحمه مستويه جدا من جوه والعيش حلو جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون رديت على كل اسئلتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.